السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم متابعينا الكرام في قناتكم الخاصة بأخبار الطقس في المغرب. قبل أن نبدأ، ندعوكم لدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء والعائلة ليصلكم كل جديد حول أحوال الطقس أولا بأول. دعمكم يشجعنا على الاستمرار وتقديم الأفضل دائما. جزاكم الله خيرا. بمشيئة الله تشير التوقعات إلى أجواء متقلبة خلال يوم الأربعاء والخميس، حيث يرتقب أن تعمل البلاد حالات من الطقس الممطر على فترات متفرقة، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى وبعض الجهات الأطلسية. الأمطار ستكون بين خفيفة ومعتدلة في أغلب الفترات، وقد تشتد أحيانا في بعض المناطق الجبلية. كما يتوقع أن تعرف درجات الحرارة انخفاضا طفيفا مع أجواء باردة نسبيا في الصباح والليل، في حين تبقى الرياح معتدلة إلى قوية محليا، مما يستدعي أخذ الحيطة أثناء التنقلات، خصوصا في الطرق الجبلية أو الساحلية. وفي المجمل فإن الطقس سيحمل معه أجواء خريفية جميلة وممطرة تفرح الفلاحين وتعزز منسوب المياه إن شاء الله. كونوا على تواصل دائم معنا لمتابعة آخر المستجدات، ولا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، وإلى اللقاء في نشرتنا القادمة بإذن الله.